اولا ان هو بيتحمل الضغط العصبي دوت، وتاني حاجة الثبات على موقفه. تالت حاجة ان في طريقة كده بيتبعها ناس معينة في كل حاجة انا قلتها، اسمها طريقة الاستفزاز. دي طريقة مستفزة، يعني بيكلم معاك بطريقة تخليك كمان شوية ممكن تمسكه تضربه. فدهيت برضو من الحاجات بتاعت المصريين قوي يعني. تالت رابع حاجة اللي هو بقى ايه، نقدر نقول الزيطة، اللي هو كل حاجة انا دايس فيها، كل حاجة حتى لو مالكش دعوة بالموضوع اصلا برضو تلاقي نفسك كمصري كده بالفطرة تلاقي نفسك داخل فيها. دي حاجة يعني هي حلوة ومش حلوة، يعني كانوا بيقولوا زمان عليها حشرية دلوقتي زيطة كده يعني. بس هو يعني المصريين معظمهم كده، ما يعرفوش يسيبوا حد في حاله، ما يعرفوش يسيبوا موضوع يعدي من جنبيهم من غير ما يتكلموا فيه. في عظمة المصري بقى الكبيرة، ان هو بيطلع في كل حاجة، كل مصيبة حتى لو مصيبة او يعني في اي حاجة تحصل، حتى في المعركة اللي كانت يعني مش بحب نقول ان هي معركة، يعني ممكن الخناقة اللي ما بين يوسف وما بين يحيى برضو عاملين فيها كوميدي كده، وتلاقوا ايه المصري بطبعه بيقعد يطلع كوميدي، حاجات كوميدي في كل حاجة، يعني بيقعد ينكت حتى لو هو في مصيبة، يقعد ينكت ويقعد يهزر ويقعد يقلس، لو ما لقاش حد يقلس عليه بيقلس على نفسه. دي حاجة احنا كلنا عارفينها اصلا. ودايما يقولوا ان المصري لو بطل ينكت على اي حاجة بتحصل له او على اي حاجة في الدنيا كلها، يبقى هو كده وصل لمرحلة الاحباط، وده مرحلة خطيرة جدا اصلا. احنا المصريين ما بنعرفش نبطل ضحك، ما بنعرفش نبطل تنكيت، احنا شعب ابن نكتة زي ما بيقولوا. بنحب الضحك قوي، بنحب الهزار قوي، بنحب التجمع قوي، حتى في وسط النزاعات ديت اللي في الشارع السياسية ما بين الإخوان وما إلى ذلك. يعني تلاقي مثلا ايه، اتنين صحاب، واحد إخواني واحد مش إخواني، ممكن ينسوا ان هما كانوا بيتكلموا أصلا على حكاية السياسة وكده هوت، وتلاقوهم عمالين بيهزروا مع بعضهم، وممكن خارجين مع بعض وعايشين حياتهم يعني. دي مش حاجة وحشة، دي حاجة حلوة قوي. احنا شعب مترابط، بس اعتقد ان في فرقة دلوقتي، يعني اللي هو الحكاية ان في بدل اخوان الناس بدأت تلفظهم شوية، لان هم شايفين ان في نسبة عالية قوي من الغباء عندهم. انا عن نفسي واحدة شايفة في نسبة من الغباء عالية جدا عندهم. بنحاول ان احنا على يعني الى اقصى حد ان احنا نتفادى الكلام معاهم حاليا. هما بيشوفوا ان احنا كده بنهاجمهم او ان احنا كده بنضطهدهم، بس هو مش كده خالص. احنا بنحاول ان احنا بس نتفادى الكلام معاكم عشان ما نخسركمش. انتوا مهما كان انتوا يعني سوري في كلمة، بس انتوا ناس مغيبة بس يعني انتوا مصريين زينا، بغض النظر عن ان في ناس بتطلع سلاح على جيش بلدها يعني بتهاجمهم ممكن تقتل فيهم بدون اي رحمة خالص، وهم شايفين ان دول اعدائهم كده. احنا كلنا ضد الموضوع ده جدا. بس والله العظيم في ناس بجد مغيرة، في ناس بجد بتصعب عليا. ببقى يعني زعلانة ان انتوا ناس زي دول ازاي، او حرام ان هم كده. يعني الناس ديت كويس قوي، في ناس بتبقى بعقليات جبارة، اعتقد ان الوطن اصلا هيستفيد منهم جدا، بس هما في بقى الله يسامحهم بقى اللي كانوا السبب اللي عملوا فيهم كده. anyway هو اكبر نزاع احنا عايشين فيه دلوقتي النزاع السياسي وبس. بقية الحاجات بالنسبة للنزاع اللي احنا فيه دلوقتي وحالة الشبه حرب اللي احنا فيها ديت تعتبر تافهة، بس انا حبيت بس ان انا اتكلم عن المواضيع ديت جست ان انا ابدأ بيها يعني كأول ريكورد ليا على سبريكر. يعني ما لقيتش حاجة تانية، اول فكرة جت في دماغي ان انا اقولها يعني. بس فاتمنى ان انا الناس تسمع وتقول رأيها وتقول عجبها
الكلام اللي انا بقوله ولا لا، او ايه وجه الانتقاد، واكمل يعني اعمل ريكوردز تاني واعمل لايف ولا لا كده يعني. اعتقد ان رأي الناس هيهمني قوي، ورب ناس كتير تسمعني. انا هحاول اعمل شير على قد ما اقدر على تويتر وعلى فيسبوك وعلى الاسك وعلى كل حتة. يا رب اللي يسمعني يكون كلامي خفيف عليه، ويكون كلامي هو مش كوميدي ومش بضحك خالص، بس يا رب بس الكلام يكون يعني كويس ومش منتقد قوي، ومش ما اعتقدش ان انا كدبت في اي كلمة انا قلتها. ده انا بعبر عن رأيي انا الشخصي، او مش بعبر عن اراء الاخرين خالص، انا بتكلم من وجهة نظري انا بس. بس يا رب بس الكلام يعجبكم. ميرسي، باي.